كل الأخبار الساعات الأخيرة بتقول إن خلاص النادي الأهلي بنسبة 99% خلص مع مدرب أورلاندو بايرتس الحالي، المدرب الإسباني جوزيه ريفيرو. بس قابلت الخبر بنص طبعا انقسام، نص الجماهير معارض، احنا ازاي نجيب مدرب لسه يعني خبرته التدريبية أصلا قليلة، ازاي نجيب مدرب أصلا ما عندوش تاريخ، ازاي. وفي ناس شايفة انه مدرب كويس او حتى مش مدرب كويس، لكن احنا هندعم مجلس الإدارة في اي قرار هتاخده لحد ما نشوف النتيجة على أرض الواقع. على كل حال انا عامل الفيديو ده النهاردة علشان اديك بريفنج سريع كده عن تاريخ المدرب، بداية من ما بدأ تدريب خالص لحد يومنا هذا اللي احنا فيه. اول حاجة المدرب مدرب اسباني عمره 47 سنة، بدأ مسيرته التدريبية سنة 2011 مع فريق الشباب لنادي سيلتا فيجو. بعد كده انتقل للدوري الفنلندي، لكن المرة دي كمساعد مدرب في دوري الدرجة الرابعة. بعد كده برضو كان مساعد مدرب في الدوري الفنلندي لكن في دوري الدرجة التانية. بعد كده ربنا نفخ في صورته والحمد لله قدر ان هو يدرب فريق في دوري الدرجة الاولى برضو كمساعد مدرب. بعدين بقى مدرب، هو المدير الفني خلاص، بس في فريق تاني في دوري الدرجة الاولى في الدوري الفنلندي. وبعد كده الحمد لله ربنا نفخ في صورته وبدأ مسيرته الاحترافية الأفريقية مع نادي أورلاندو بايرتس في موسم 2022-2023. الفترة اللي قضاها في الدوري الفنلندي وكده تقريبا خد 3 بطولات. البطولات تتلخص في بطولة منهم أو 2 إن هو أصلا طلع من دوري الدرجة الثالثة أو دوري الدرجة الرابعة لدوري الدرجة الثالثة، وحاجات زي كده يعني لا تذكر يعني. لكن مسيرته اللي بجد أو البطولات اللي بجد أو الإنجازات اللي بجد كانت مع فريق أورلاندو بايرتس. طبعا أنا مقدر حالة الانقسام الجمهور الأهلي موجود فيها في الوقت الحالي، بس لما تشوف الإنجازات أو مش الإنجازات اللي عمله المدرب ده مع فريق أورلاندو بايرتس هتلاقي إنه يعني ممكن نفكر في الموضوع شوية. بس خليك معايا لآخر الفيديو، شوف البروفايل بتاع المدرب خصوصا مع فريق أورلاندو بايرتس، وبعد كده من خلال الكلام اللي هيتقال احكم عليه او على اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي. فريق أورلاندو بايرتس آخر بطولة خدها كانت في موسم 2014، كانت بطولة اسمها MTN 8. دي بطولة في دوري في الدوري في جنوب أفريقيا يعني. بطولة اسمها MTN 8 دي أخدها آخر مرة 2014 وأخدها مرة كمان موسم 2020-2021. تمام. الفترة بقى اللي ما بين 2014 و2020-21 دي أورلاندو بايرتس كان بطولات ما خدش أي بطولة. تمام. ده بالنسبة للبطولات. طيب من 2000 يعني 2020-21 خدوا البطولة دي، 2021-2022 برضو ما خدوش أي بطولة. مدرب جه زي ما قلت 2023 2022 2023 خدوا البطولة دي، و2023-24 خدوا البطولة دي، 2024-25 برضو خدوا البطولة دي اللي هي بطولة MTN 8. تمام. ده بالنسبة لبطولة MTN 8 دي. تمام. في بطولة تانية برضو نادي أورلاندو بايرتس أخدها مع الفريق دي، ما كانش تقريبا خدها قبل كده غير مرة من كام سنة يعني. المدرب خدها برضو مع فريق أورلاندو بايرتس. يعني باختصار موسم 2022-23 فريق أورلاندو بايرتس خد بطولتين اللي هم MTN 8 وبطولة نت بانك، دي برضو بطولة هناك في جنوب أفريقيا. موسم 23-24 برضو أخد نفس البطولتين. موسم 24-25 أخد MTN 8 وخرج من النهائي أو خسر النهائي من فريق كايزر تشيفز تقريبا الأسبوع اللي فات وما حصلش على البطولة. في ال3 سنين دول
فريق اورلاندو بايرتس انهى الموسم في المركز الثاني. في ال3 سنين دول فريق اورلاندو بايرتس كان بيشارك في دوري ابطال افريقيا. طب وقبل كده؟ قبل كده اخر مرة فريق اورلاندو بايرتس شارك في دوري ابطال افريقيا كان في موسم 2018 2019 وخرج من دوري المجموعات، من دور المجموعات. يعني قعد 3 سنين تقريبا ما بيلعبش في بطولة افريقيا، كان دايما في الكونفدرالية او اصلا ما كانش بيشارك. يعني في موسم تقريبا موسم 2020 تقريبا او 2022 الموسم ده كان مركز سادس، اصلا فريق اورلاندو بايرتس كان مركز سادس. فعموما يعني 2019 من 2014 اورلاندو بايرتس ما خدش بطولات، من 2019 اورلاندو بايرتس ما شاركش في دوري ابطال افريقيا، كان دايما يا مركز ثالث يا مركز رابع يا مركز سادس، كان اعلى حاجه وصل لها كان المركز الثاني. الا انه زي ما قلت لما المدرب ده جه يدرب فريق اورلاندو بايرتس خد بطولتين اخر موسمين. الموسم ده خد بطوله وخسر نهائي بطوله، كان مركز تاني في الدوري الجنوب افريقي، الدوري الجنوب افريقي اخر موسمين، اخر 3 مواسم، الموسمين اللي فاتوا والموسم ده، بالاضافه لدوري ابطال افريقيا. ده بقى نقطه مهمه جدا، حط تحتيها 3 4 خطوط. ليه نقطه مهمه؟ اورلاندو بايرتس لعب معاك في دور المجموعات في البطوله دي، وتعادل معاك في الدور الاول على ارضه هناك وسط جمهوره. في ماتش العودة فاز على أرضك في مصر وسط جمهورك 2-1. مش بس كده، اورلاندو بايرتس اللي ما كانش بقاله تقريبا 3 سنين مش عارف يشارك في دوري أبطال أفريقيا، شارك ووصل لحد قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم ده. تمام؟ يعني شوف كان فين ووصل لفين. وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا وخسر من بيراميدز بالعافيه. انت شفت طبعا ماتش بيراميدز اورلاندو بايرتس لما كان في القاهره، ماتش الذهاب خلص 0-0 هناك في جنوب افريقيا، وماتش العوده خلص 3-2 بالعافيه لفريق بيراميدز. وكان اورلاندو بايرتس هو يسجل بيراميدز يتعادل، اورلاندو بايرتس يسجل بيراميدز يتعادل، وفي الاخر بيراميدز جاب جون وقدر ان هو يتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. مش دي بس المعلومة الوحيدة، معلومة كمان على اورلاندو بايرتس الموسم ده في دوري ابطال افريقيا. الماتش الوحيد اللي خسره اورلاندو بايرتس الموسم ده في دوري ابطال افريقيا هو ماتش بيراميدز. يعني في المجموعات ما خسرش، في الادوار الاقصائية ما خسرش ولا مباراة، بس خسر الماتش بتاع بيراميدز، وقدر ان هو يوصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا بعد لما كان اصلا ما بيشاركش في البطولة، وكان اصلا يعني احيانا بيشارك في الكونفدرالية واحيانا لا. الكلام ده حصل امتى؟ حصل بس لما المدرب اللي الاهلي خلاص بنسبة 99% خلص معاه، بدأ ان هو يدرب فريق فريق اورلاندو بايرتس. احنا عرفنا تقريبا بشكل مختصر البروفايل بتاع المدير الفني، وعرفنا اخر انجازاته مع فريق اورلاندو بايرتس. تمام، تعالى بقى نسيبنا من اورلاندو بايرتس، تعالى نتكلم بقى كاهلي. انت دلوقتي ليه حالة الانقسام دي بالنسبة للمدرب؟ هل انت كنت مستني ان الاهلي يتعاقد مع مدير فني عالمي زي جوارديولا مثلا، يورجن كلوب، رضا عبد العال، اي حد من الناس دي؟ طيب لو انت كنت مستني حاجة زي كده، انت فاكر اخر مرة الاهلي تعاقد مع مدرب ليه اسم مدرب عالمي كانت النتيجة ايه؟ واللي هو كان مارتن يول. طيب لما انت تتعاقد مع مدرب عالمي، اصلا مدرب عالمي يعني كان بيدرب في اوروبا، الاسماء اللي كانت مطروحة مساعد يورجن كلوب، ايا كانت الاسماء او ايا كانت وجهات النظر بالنسبة للجماهير في حتة المدرب العالمي. اول حاجة المدرب العالمي اللي هيكون جاي لك من اوروبا طموحه الاوروبي بالنسبة له طموحه الافريقي ده رقش، يعني كلام فاضي. يعني انا كنت بلعب في اوروبا مع مين ولا ضد مين، ولا هدفي دوري ابطال اوروبا، اجي هدفي دوري ابطال افريقيا ما ياخدوا دوري ابطال افريقيا ولا ما ياخدوش، ولا فاهم اللي هو هيتعامل مع الموضوع بتعالي شويه. ليه؟ لانه كان في حته برضو خلينا نقول ودي حقيقه، حته اوروبا
وبعد كده جاي يدرب فريق في افريقيا، سواء بقى كان اكبر فريق ولا اصغر فريق في افريقيا وخلاص. ده بالنسبة للمدرب نظرته للامر او للموضوع. انا كنت بدرب فريق في افريقيا، ولا كنت مساعد مدرب في فريق في افريقيا، ولا واقف في اوروبا، ولا وانا جاي ادرب في افريقيا وخلاص، ايا كان بقى الاسم مين، ايا كان مين الفريق، ايا كان مركزه، ايا كان. فهيبقى فيه كده، عارف، حتة كده تعالي مش هتنفع معانا. دي اول حاجة. تاني حاجة، لو المدرب ده عنده سي في وعنده تاريخ وعنده كارير وعنده طيب انت ما انت هتيجي تضيف لنفسك عندي ايه لما انت عندك تاريخ وعندك كارير وعندك بطولات و انت هتيجي تفيد لنفسك ايه او تضيف لنفسك ايه معايا؟ من خلال انا انت هتضيف لنفسك كتير، بس انت كطموح للمدرب نفسه، مدرب عنده سي في خلاص هو محقق اللي هو حققه اوريدي، فهو مش هيجي هيشوف مثلا اللي هو هيحققه معاك ده هيضيف له هو حاجه. لو ضاف له حاجه هيضيف له حاجه في افريقيا، which is انت اعلى فريق في افريقيا. فلما تضيف لنفسك حاجه مع اعلى فريق في افريقيا هتهتم بمين بعد كده؟ هل مثلا لما انت تاخد بطوله افريقيه هتقدر ان انت تروح تدرب بيها فريق عالي في اوروبا، او الناس مثلا هتبص لك ان واو ده معاه دوري ابطال افريقيا فلا هنخليه يدرب ريال مدريد؟ عمر الناس ما هتبص له البصه دي. فانت علشان تجيب مدرب ينفعك الفتره اللي جايه محتاج مدرب مش عنده سي في ولا عنده تاريخ، لا عنده حاجتين مهمين جدا. اول حاجه يكون عنده شخصيه قويه. ليه؟ علشان هو مش هيدرب فريق اي كلام. مش مش بس هيكون التدريب مقتصر على تدريب فريق وخلاص، لا ده كمان تدريب فريق ليه شعبيه جماهيريه، حوالي 70 مليون مواطن بيشجع الفريق ده. يا ويلك ويا سواد ليلك لو خسرت ماتش. ضغط باستمرار، مفيش بطولة ما بنحلهاش. اخضر ويابس بناكل. فانت لازم شخصية. ليه؟ عشان انت هتواجه كل ده لوحدك. اي اخفاق، اي خسارة، اي مصيبة هتحصل انت اللي هتلبس. وانت يعني شفت قبل كده كولر اهو، ده واخد 11 بطولة معاك. بالبطولة بتاعت الدوري دي ان شاء الله لو خدناها هي هتحسب له هو برضه على فكرة. فالبطولة دي هيبقى واخد 12 بطولة معاك، وبس عشان موسم كان مذبذب فيه او مستواه واقع. خلاص كفاية عليه، لان انت دايما عندك الطموح بتاعك او الاهداف بتاعتك متجددة، مش يلا بطولة وخلاص والسلام وهننام لنا موسمين وبعد كده يحلها ربنا. لا، اخضر ويابس احنا بناكل. تمام. فاول حاجة لازم يكون عندك شخصية عشان انت هتواجه كل ده لوحدك. تاني حاجة يكون عندك طموح. طيب الطموح ليه؟ ليه؟ عشان انت جاي تدرب فريق انت عايز تعمل من خلاله لنفسك سي في. مفيش احسن من كده فريق تعمل لنفسك سي في من خلاله كنادي اهلي. تمام. بس الموضوع مش هيبقى سهل. انت عايز تعمل لنفسك طموح، يبقى لازم هتشتغل على نفسك. لازم هيكون عندك حماس ان انت تبني اسمك، هيكون عندك حماس ان انت تعمل لنفسك سي في. فيعني هتشتغل على نفسك. اللي عايز اقوله ان انت هتشتغل على نفسك، مش هتبقى انت رايح وعارف ان انت ايه خلاص اوريدي عندك بطولات وعندك سي فيك وكده وبتاع. لا، انت لسه عايز تعمل سي في، لسه عايز تبني اسم، لسه عايز تكون نفسك. فهتشتغل. كولر لما جالك، عارف تاريخ كولر كله على بعضه كان كام بطولة؟ 5-6 بطولات، منهم 3 بطولات تقريبا قبل الألفينات. يعني بطولتين تقريبا سنة 93 ولا سنة مش عارف حاجة و90، وبطولة سنة 2003، حاجات كده. فاهم؟ هل ده كان مدرب عنده تاريخ وعنده سي في وعنده مش عارف ايه؟ ورغم كده كولر الماشية يعني مشي الفترة الأخيرة بسبب الإخفاقات اللي عملها، لكن كولر كان مدرب قيمه كده كتوتال أعماله مدرب 20/10. طيب فايلر اللي أنا من وجهة نظري ده من أحسن المدربين اللي جم دربوا النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كشكل فرقة. ليه؟ كان برضو مخلي الفريق شكله في الملعب رائع. بلس ما كانش بيخسر، كان بيكسب بس، وبيكسب بسكورات. فايلر لما جالك كان واخد بطولتين أو 3 بطولات. فحتة السي في انت مش المفروض تهتم بيها قوي على قد ما تهتم بان الشخص اللي جاي لك ده عنده شخصية ولا لا،
عنده طموح ولا لا. ليه انا شايف ان هو عنده شخصيه وعنده طموح؟ لانه اصلا فريق اورلاندو بايرتس ده شوف كان فين ووداه فين، ويعني ده طموح اورلاندو بايرتس. يعني هو ما تتوقعش ان هو ممكن يعمل ليه اكتر من كده مع اورلاندو بايرتس. ليه؟ لانه هو ده طموح اورلاندو بايرتس، فريق ما كانش اصلا بيشارك في دوري ابطال افريقيا، جبته وديته نصف نهائي دوري ابطال افريقيا. ده انا كده مش شخص طموح وشخص عامل انجاز مع الفريق. فريق كان مركز سادس، مركز تاني، مركز تالت، بقاله 3 مواسم على التوالي في المركز التاني. ده بالنسبة لعقلية أو التارجت بتاع فريق أورلاندو بايرتس حاجة كويسة. فريق ما كانش بياخد بطولات من 2014، جيت في 3 مواسم كسبته 7 بطولات، وطالع من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وطالع من نهائي بطولة من البطولات ال6 دول ولا ال7 دول، يعني بلس ال7 دول. فمدرب كطموح وكشخصية 10/10. تمام. اللي هو حققه مع فريق اورلاندو بايرتس بالنسبه لك انت كاهلي مش واو، علشان ده طموح اورلاندو بايرتس. فهو بالنسبه لطموح اورلاندو بايرتس او بالنسبه لتارجت اورلاندو بايرتس هو 10/10. طيب لما يجي لك بقى بطموح مختلف ودوافع مختلفه واهداف مختلفه اللي انا وانت عارفينها، اللي هو كل حاجه دوري وكاس وافريقيا وكاس عالم للانديه وكل حاجه، لازم هيشتغل على التارجت بتاعه ده ولازم يحققه. فعشان يحققوا هما الحاجتين اللي انا قلت لك عليهم، ده اللي مطلوب منه، شخصيه، طموح. انا شايف بصراحه كمدرب عنده شخصيه وطموح هو تمام. او حتى هو انت كفريق اهلي هو عارفك كويس هو انت مين، وعارف كويس هو هيدرب مين، وعارف هو داخل على ايه، وعارف افريقيا كويس جدا. كان بقاله 3 سنين بيدرب فرق في افريقيا، والفرق اللي انت عندك مشكله معاها اللي هي فرق جنوب افريقيا اللي هي تحديدا سان داونز، هو عارفها كويس جدا ودارسها كويس جدا ومذاكرها كويس جدا. فكل المعطيات دي تخليك تقول انه لا، يعني ده خيار مش وحش، مش واو برضو. احنا لسه برضو بنشوفه، فاهم؟ يعني مش بقولك انه ده لا انا متأكد ان المدرب ده اللي هيخلص لك الدنيا وهيجيب لك الديب من ديله، لا، ده مدرب كويس كسي في كده، كبروفايل كده تمام. لكن امتى نقول حلو ولا وحش؟ في ارض الواقع. وريني انت عندك كده داخل اصلا بسم الله الرحمن الرحيم على 3 ماتشات بين 3 نهائيات كاس عالم للانديه. يعني انت مش تبدا معايا غير على ماتشات كاس عالم للانديه على طول. فده يا هيطلعك وخلاص تخش قلب الواحد، يا هيديك على دماغك من البدايه كده. فحاجه زي دي زي ما قلت لازم يكون عندك شخصيه قويه عشان تقدر تواجه حاجه زي كده. وعايز اقول حاجه كمان، احمد ربنا ان هو ما تعاقدوش مع جوميز. انا لما كنت بسمع اسم جوميز كنت بتجنن. جوميز يا جدعان اللي هتتعاقدوا معاه انتوا مجانين بجد؟ جوميز ده ساب الزمالك راح السعوديه خسر 9، اول ماتش خسر 9، هتتعاقد لي مع مدرب خسران 9؟ ايه يا جدعان ده في ايه؟ فايا كان رايك دلوقتي، احنا داخلين على مرحله صعبه، مرحله انتقاليه، وداخلين على بطوله لازم 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 نظهر فيها بشكل كويس، خصوصا ان انا اصلا نايم بحلم ببطولة كاس العالم للأندية دي. فأيا كان رأيك في المدرب في الوقت الحالي، خلاص هو بنسبة 99% المدرب في الأهلي، فمش مطلوب منك حاليا غير الدعم. ادعم 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 ادعم، وبعد كده نحاسب وقت الحساب، زي ما كنا بنعمل مع كولر، زي ما كنا عملنا مع إمام عاشور، زي ما عملنا في وقت الإدارة ما عملتش فيها صفقات، في وقت يعني المفروض ده دورنا كجماهير للنادي الأهلي. خلاص المدرب حاليا في الأهلي، سواء انت متفق او مختلف مع تعيين المدرب ده، انت دلوقتي دورك دعم لحد ما نشوف الدنيا ايه. لقينا ان الموضوع لا في مش نافع، ساعتها بقى نبدأ نتكلم ونبدأ ننتقد ونحاول كمان ان احنا نوصل رسالة للتعديل. واكيد ان احنا عارفين ان احنا بنعمل ده بشكل كويس جدا، وعملناه قبل كده كذا مرة حتى مع كولر عمل. بس وان شاء الله المدرب يكون على حسن ظن الجماهير. بس والسلام عليكم.